كل مره تغسلي شعرك تلاقي قشره في شعرك، ومهما استخدمتي انواع شامبوهات كتيره جدا بتلاقي ان شعرك برضو وفروه راسك بتهرشك وبتلاقي دهون بتطلع تحت ضوافرك. خليني اوضح لك ان الاكزيما الدهنيه مش معناها ان بشرتك دهنيه، ولا القشره اللي في شعرك ديت قله نظافه او هي قشره عاديه. امال ايه؟ في فطر معين بيعيش طبيعي على فروه الجلد اسمه ملاسيزيا، بس لو المناعه ضعفت او الدهون اللي في الاكل زادت او اكلتي اكل غلط بيحصل التهاب واحمرار وقشره شديده جدا في فروه الراس. وكمان ممكن تلاقي حبوب بتوجع جامد جدا حوالين المناخير او حوالين الحواجب. السر في العلاج اللي انت هتقللي سكريات باللبن البقري، استخدمي شامبو اسمه كيتو كانازول مرتين في الاسبوع. اخر حاجه لو الحاله شديده جدا هنستخدم كريم مضاد للفطريات وكريم فيه ستيرويد او كورتيزون كميه خفيفه. لو بتحسي ان عندك نفس الاعراض دي اكتبي لي في كومنت انا عندي الاعراض دي وهرد عليكي في فيديو مخصوص.